السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجالة أولى ثانوي، تانية ثانوي، بكالوريا، ثانوية عامة، عربي. لا، مش لغات. ليه؟ يعني احنا النهارده هنتكلم ان شاء الله عن كورس تأسيسي. في أول حصة هي محاضرة تعريفية، فهي العربي بس. ورجالة لغات ان شاء الله هتلاقوا نفس المقدمة دي في فيديو تاني، فيديو لغات بس هنتكلم عنه ان شاء الله بنفس الحاجات اللي هنتكلم عنها، ولكن انجلش منهجك بطريقتك. رجالة عربي ركز دلوقتي، ان شاء الله عندنا تحدي. هنبدأ حصتنا من أول خالص. الكمبيوتر بتاعنا، البي سي بتاعنا، من اول الكمبيوتر بتاعنا العادي اهو، العربي اهو، اي خط ماشي. هنبدا من اول تعريف ايه هو الكمبيوتر لحد تعريف ايه هي البرمجه. حلو، اللي هي مختلفه خالص، مالهاش اي علاقه بايه هي لغه البرمجه. يعني شايف دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. ماشي، شايف من كل ده لحد ما هنيجي نكتب اكواد، هنكتب اكواد بايثون، وهنتكلم عن الداتا، وهنتكلم عن النتورك. ماشي، هنتكلم عن كل حاجه من اول الابره للصاروخ، من اول البي سي الكمبيوتر بتاعنا اللي نعدي بالبرمجه ولغه البرمجه وازاي البيانات بتتنقل وايه هي البيانات وايه الشبكات وايه اللي بيحصل. كل ده اللي بيحصل هنكتب اسطور كود. كل ده التحدي بتاعنا ان شاء الله نخلص كل ده في 45 دقيقه بس. ان شاء الله المحاضره دي مهمه لمين؟ مهمه لطالب داخل ثانيه ثانوي بكالوريا وما اتفرجش كويس على اللي بيحصل في اولى ثانوي، ما فهمش كويس، فات معلومات. لطالب برضه اتفرج وحضر وفهم كويس ومش عارف ايه ولكن ناسي ومش فاكر كويس قوي. لطالب عايز يراجع مره كمان. لو انت طالب، انا بقول لك رغم ان المفروض ما اقولكش ده عشان نزود الفيوز بتاعت الفيديو ونقول لك كويس اتفرجنا ومش عارف ايه، لكن لو انت طالب ذاكرت كويس قوي اولى ثانوي، انا بقول ده برضه عشان يبقى الطالب اللي داخل اولى ثانوي عارف ان هو هيريح نفسه. لو انت ذاكرت كويس قوي في اولى ثانوي وفهمت كل اللي قلناه في المنهج، اتفرجت على كل فيديوهاتي انا واي مدرس تاني، والله مش اي مدرس تاني بصراحه، لا، لو اتفرجت على اي مدرس تاني كمل الفيديو ده. لكن لو اتفرجت عندنا احنا، فانا ضامن اللي انا هقوله لك النهارده ان شاء الله انا قلته قبل كده في اولى ثانوي على الاقل 99% منه كله، يعني 99% منه، عشان اكون ايه يعني ضامن نفسي، يعني عشان ما نبقاش بنكذب يعني، او نتقي برضو النسب اللي هي مضمونه 100% دي. لو زي ما اقول لك ان 100% ان شاء الله في الماده مضمونه مليون في لا، مفيش اي حاجه مضمونه. في الاول والاخر احنا اسباب وكلنا بنحاول. هنبدا من اول تعريف الكمبيوتر لحد البرمجه والاكواد والنتورك والداتا. ويلا بينا نخش على الملزمه على طول. تخش على الملزمه هتلاقي الملزمه قدامك، هي اللي هتبقى موجوده ان شاء الله على الابلكيشن. لو انت تتفرج على الابلكيشن وهتبقى موجوده على اليوتيوب، هتلاقيها في اللينك ديسكربشن، هتبقى موجوده على جروب الواتساب اللي انت مش فيه. ولو انت مش فيه ابعت على رقم الواتساب ده، او ابعت لنا على رقم الواتساب اللي موجود باذن الله في لينك الديسكربشن. اول حاجه تعريف الكمبيوتر بتاعنا ايه؟ هسالك سؤال كده. انا دلوقتي لو لابس سمارت ووتش، انا مش لابس سمارت ووتش بصراحه، ساعه عاديه كلاسيك، بس لو فرضنا ان انا لابس سمارت ووتش وقلت لك انا ماشي ولابس كمبيوتر في ايدي، تقول لي انا مجنون باين ومتخلف. مين ده اللي شايل بي سي وشايله على كتفه وحاطط كيسه وشاشه وربطه على ايده وماشي بيه؟ مش حد يعمل كده. ليه؟ لان تخيلك عن الكمبيوتر ده ان هو والله الكمبيوتر اللي انا قاعد عليه في البيت ده كمبيوتر، والتاني ده اللابتوب ده حاجه تانية، والموبايل ده حاجه تالتة. في الحقيقه لا، لما تيجي تقرا تعريف الكمبيوتر او الحاسب الالي عموما، هو اسمه حاسب الالي، هو حاجه اليه بشكل آلي، ولكنها هي بتقدم عمليات، مش حساب اللي هي بتحسب، لا هي بتقدم عمليات منطقيه، مش عمليات بس حسابيه. الحاسب آلة تعريف مختصر هتلاقيها بقى تعريفها ايه؟ هو اي جهاز الكتروني يستقبل بيانات. هتلاقيه بيعمل الاتي: اول حاجه بيستقبل بيانات، تاني حاجه بيعالجها، يعني بيعمل لها بروسيس. ايه البروسيس دي؟ هي الخطوات اللي بتعدي عليها البيانات اللي بيستقبلها عشان يطلع ثالث حاجه، ولا النقطه الثالثه اللي مهمه عندنا ان هو هيعمل ايه؟ هيخرج نتائج مطلوبه. فهو بقى بيعمل ثلاث حاجات: بيستقبل بيانات، بيعالجها، ويخرج نتائج مطلوبه. ولكن برضه خلي بالك في انستراكشنز. يعني ايه في انستراكشنز؟ يعني في حاجات معينه لازم يكون بيعملها. احنا مش سايبه يعمل اي بيانات كده باي معالجه باي طريقه باي نتائج، لا، لازم الطريقه اللي هيعالج بيها يكون ليها تعليمات محدده، والاوتبوت اللي خارج او المخرج اللي خارج يكون ما هو ده المعين اللي انا طالبه، ما يطلعليش اي مخرج. فاي حاجه بتعمل الثلاث حاجات دول مع امكانيه تخزين هذه البيانات لاستخدامها لاحقا. يعني انت لما بتعمل اي بروسيس، النتيجه اللي بتطلع لك في الاخر اذا كان بقى مثلا انت عملت ايه. مثلا اقول لك حاجه، انت بعت مسج دي بتروح في شات واحد صاحبك في واتساب ماسنجر ايا كان، فالمسج دي انت ممكن تيجي بعد فتره تعمل لها ريبلاي، تقول والله ده انا عايز اعمل ريبلاي للمسج دي وعايز ارجع لها عشان اقول لصاحبي بص ده انا قلت لك. او فيديو تيك توك بعته له، بص انا بعت لك الفيديو اللي انت لسه بعته لي دلوقتي تاني، انا بعته لك قبل كده. طب ازاي هو موجود قبل كده؟ لان هو احتفظ بالبيانات. اللي بيحصل ده كله هنشرحه هنا في مكونات الكمبيوتر ازاي بيحصل. كان عايزك تعرف ان الكمبيوتر هو كل الحاجات دي. ليه؟ هتلاقي التلفزيون السمارت تي في بتاعك، او السمارت ووتش، او التليفون بتاعك، او البي سي، او حتى الكمبيوتر المحمول اللي هو اللابتوب، هتلاقيهم بيعملوا نفس البيانات دي كلها. فكر في اي جهاز ذكي بيتقال عليه سمارت. اسالك سؤال احلى بقى من كل ده، عشان انا بقول لك جهاز ذكي. فكر كده، هل الكمبيوتر اصلا جهاز ذكي ولا لا؟ الكمبيوتر ذات نفسه في الحقيقه اللي انا بقول لك ده كله يخليك تقول ان الكمبيوتر جهاز ذكي. الكمبيوتر جهاز مش ذكي، الكمبيوتر جهاز غبي جدا لاقصى درجه.
ليه غبي لاقصى درجه؟ انا عندي دلوقتي، تعالى نمسح القصه دي كلها اهو، امسح الليله دي كلها. ماشي انجز، ماشي امسح يا معلم. عندنا مثلا كمبيوتر، ماشي نفرض ان ده كمبيوتر جميل. انا بقول له اعمل 1 2 عايزك تطلع لي 3، ماشي. فبكتب له الواحد ده، لو ما كتبتهولوش كده وكتبت له مثلا كتبت له ميل بزاويه 42 مللي شمال مثلا، او احنا ما بنعملوش كده، ساعتها فاهم ان هو لو عملت له ده وده هو يفهم ان ده حاجه وده حاجه ثانيه. رحت كتبت له جمله كبيره جدا، الكمبيوتر ذات نفسه. انا مش بكلمك بقى على فلاش انجنز، يعني مش بكلمك على الكروم مثلا. هل الكمبيوتر كروم ذكي؟ كروم ذكي جدا، بس الجهاز ذات نفسه حاجه والمواقع اللي بتستخدمها على الجهاز حاجه ثانيه. رحت مثلا بقول للكمبيوتر ده والله بلاي مثلا يعني مثلا بقول للكمبيوتر بلاي، هو بيترجمها. بس لو كتبت له بلاي دي ورحت كتبت له بدل الواي حرف تاني، او بلاي دي حولتها له مثلا ل 01 مثلا يعني خلي بالك كل ده في الاخر بيتحول. هنفهم كل ده، هنفهم ايه لغه الكمبيوتر. بس انا بفهمك ان لو رحت كلمته بلغته ومثلا بي دي 35000 01 و01 و01 ومش عارف ايه، وباين قوي ان الامر بتاعنا احنا رايحين في سكه البلاي، بس انا غلطت في الواحد ده وقلت له بدل الواحد ده حطيت له 0 او نسيت احطه. هو اصلا انت المفروض لو انت مش ذكي، لو انت طبيعي تفهم. الكمبيوتر ما بيفهمش، الكمبيوتر كماشين كآلة ما بيفهمش، هو مش على الانستراكشنز. انت بتقول له 1 2 3 بالحرف، لازم تقول له اللي هو مستنيه بالحرف. غلطت في ربع حرف في نقطه قد كده مش هيفهمك. ده معناه ان الكمبيوتر جهاز مش ذكي. ليه بقى بنقول سمارت ووتش وسمارت فون وسمارت كذا؟ ان هم دول بقوا الاجهزه دي اصلا غبيه بقى. الاجهزه دي ما كانش فيها اي حاجه، ما كانش فيها اي فعل بيتعمل عليها. التلفزيون ده كان بيقول الو، التلفزيون كان بيقول الو التليفون كان بيقول الو، التلفزيون بتتفرج عليه بس ما كانش عليه نتفليكس، ما كانش عليه واتشت، ما كانش عليه اللي بيحصل ده كله، اي بي تي في، ما كانش كل ده بيحصل. فهي بقت تطورت وبقت اذكى. لكن الماشين ذات نفسها اللي جوه هي ماشين غبيه جدا فوق ما تتخيل، اغبى منك. في اغبى منك عادي. الكمبيوتر اللي انت فاكره جهاز عبقري ده غبي جدا. ليه؟ لان هو بيستقبل تعليمات. لكن هتقول لي بقى والله ده انا بروح على كروم او على جوجل او على شات جي بي تي مثلا او على جيميناي ايا كان انت بتستخدم ايه، ده عبقري، ده انا بقول له 1 2 3 بيعمل اللي هو اصلا ما كانش في دماغي. ليه؟ لان دي التولز دي تولز ذكيه جدا، متبرمجه بشكل ذكي. اللي عاملها عارف كويس قوي الكمبيوتر بيفهم ايه، ومفهمه نقطه نقطه، فطلع لك برودكت، اخترع لك ابلكيشن. الابلكيشن اللي طلع لك ده معدي على بروسيس كتير قوي، من ضمنها الكمبيوتر اللي انا فهمته 1 2 3. الكمبيوتر ده غبي، الكمبيوتر مش فاهم حاجه، انا فهمته يعمل 1 2 3 فطلع لك الابلكيشن اللي انت فاكره ذكي. لكن الابلكيشن بيفهم بطريقه، الكمبيوتر بيفهم بطريقه ثانيه خالص. واحنا هنتعامل مع الكمبيوتر، اللي هنتعامل معاه ان شاء الله في الماده بتاعتنا هو الكمبيوتر. فاحنا محتاجين نفهم الكمبيوتر جهاز غبي. خلصنا جزء ان الكمبيوتر جهاز ذكي ولا لا، نخش بعد كده بقى في الهاردوير بتاع الكمبيوتر. احنا عايزين نفهم، احنا عندنا برمجه وعندنا اكواد وعندنا بيانات بتتخزن. طب كل ده احنا شايفين قدامنا الشكل النهائي، ولا شايفين قدامنا الشكل الخارجي، ولا شايفين الشكل الداخلي؟ احنا في الاول والاخر احنا شايفين الاكواد اللي بتتكتب دي. بقى بيحصل لها بروسيس ازاي جوه، ازاي بتعامل معاها، كل ده هيبان هنا. ان احنا عندنا في 3 حاجات اساسيه نتكلم فيها، هنتعامل معاها احنا في بين السوفت وير والهاردوير. ولكن عندنا جزئين بس عشان نبقى قلناهم، هي الانبوت ديفايسز، او هشرح لكم بالعربي اهو، محدش يتنرفز عليا خالص. اجهزه الادخال، عندنا اجهزه الادخال وعندنا اجهزه الاخراج بتاعتنا اهي. الحاجات اللي هي بندخل بيها بيانات للكمبيوتر او بتعرض لنا النهايه بتاعه البيانات بتاعتنا بعد ما اتعمل لها البروسيس بتاعتها او المعالجه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بكتب حرف على الكيبورد، الشاشه بتظهر لي الحرف ده. اللي حصل ايه؟ ان انا حطيت حرف في جهاز ادخال اللي هو الكيبورد، الشاشه عرضت لي اللي هي جهاز اخراج عرضت لي الحرف اللي انا كتبته. نفس الفكره، بحرك الماوس بيظهر لي متحرك. بسجل بمايك، المايك اللي هو ده مايك. السماعات بقى بتخرج لي الصوت اللي انا دخلته. فالمايك جهاز ادخال، السماعات جهاز اخراج، وزي ما انت عايش بقى. فهنا هتلاقينا امثله كيبورد ماوس ميكروفون كاميرا، وهنا شاشه سماعه والبرينتر او الطبعه. ده احنا هنا خلصنا الجزء ده. نخش بقى على الاجهزه المهمه اللي جوه، الكومبوننتس اللي جوه، الادوات اللي جوه الكمبيوتر من جوه، اللي هي ايه بقى؟ عندنا المعالج السي بي يو، وعندنا الرام، وعندنا الهارد. تعالوا بقى هنا في السبوره بتاعتنا، احنا هنتعب شويه في المسح. تعالوا كده نكبر البتاعه دي. كبيره صح؟ ماشي. تعالى يا معلم. ماشي جميل. احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا الرام. لا تعالى بقى اشتغل بقى. عندنا الرام، وعندنا حاجه تانية اسمها الهارد او الروم، برضو لها اسم تاني هو الروم. ماشي. وعندنا حاجه ثالثه خالص هي السي بي يو. تعالوا نحطه هنا. ماشي. سي بي يو. السي بي يو ده هو عباره عن ايه؟ هو ده البرين، ده العقل اللي هيترجم كل حاجه انت بتكتبها
على الكمبيوتر هو هيحاول يفهمها. يعني بص يا سيدي، انت كتبت اعمل 1 2 3، 1 2 3 دي هتعدي على كذا حاجه، والبيانات بتتخزن وبينقل بيان عشان بيستخدمه تاني عشان يعمل 1 2 3. كل اللي انت بتروحه ده بيروح فين في الاخر؟ بيروح السي بي يو. لما انت بتيجي تجيب لابتوب مثلا، فاللابتوب اللي انت جايبه ده تقول لك والله انا جايبه انتل كور مش عارف كام، عشان احنا انت غالبا دلوقتي بيبقى بيجيب لابات، مش بيجيب بي سيز يعني كمبيوتر. او ده انا ممكن تكون بقى جايب السي بي لوحده كجزء لوحده، لو انت جايب مش عارف انتل كذا برضه هي. بس ايا كان، عشان بس عايز اقرب لك للامثله اللي انت بتشتريها. فقوه الجهاز ده كله في ترجمه الاوامر اللي انت بتديها له بشكل اسرع متوقف على دي. طب هتلاقيك انت بتفكر السرعه مش متوقفه على ده بس، متوقفه على ده كمان. ليه متوقفه على ده كمان؟ ان ده الانتر اكشن اللي بيحصل بين دي ودي هو المتوقف عليه هي السبيد او السرعه بتاعتها، على السرعه بتاعت الجهاز متوقفه على التفاعل بين الاثنين دول. ليه؟ لان السي بي يو هنا هو قاعد، هو بني ادم، هو اعتبره بني ادم، هو قاعد شغال 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 ماسك مثلا بوكس والتاني وعايز ينقله الناحيه الثانيه. بس احنا عندنا 3 بوكسز، 3 صناديق، والراجل المحترم ده بيشيل كام؟ بيشيل 2 بس. طب ما هو احنا عايزين معانا 3، هنعمل ايه؟ هيروح يدي واحد هنا كده يبقى زي مثلا ايه، مش بني ادم بقى، كونتينر مثلا اكبر شويه، هيسقط بسرعه في هنا الصندوق ده عقبال ما يروح ينقل الاثنين ويميل على ده يقول له هات لي الثالث بسرعه. جميل، ده الرام. دي البيانات المؤقته الصغيره اللي عايز البروسيسور ينقلها ويستخدمها بسرعه عشان يستخدمها في اداه ثانيه او في حركه ثانيه او فعل ثاني او ايا كان، فهو بيجي يميل على الرام بيخزن فيها البيانات المؤقته السريعه دي. فعشان كده تلاقيها دايما ايه، هي اللي متوقف عليها سرعه حاجات معينه في الجهاز. هي مش بس انت واقف على السي بي يو، لا ده في حاجات لازم، انا مش عايز اخش معاك في تفاصيل، بس في تولز معينه وادوات معينه مهتمه بالرام اكتر من السي بي يو. ليه؟ لان البيانات الصغيره اللي انت بتحتفظ بيها وتنقلها وتحتفظ بيها وتنقلها وتاخدها وتستخدمها دي كلها ده متوقفه اكتر على حجم الرام وسرعتها وطبيعتها، مش حجمها بس. يعني هنا ممكن الرام دي تكون بتشيل صندوق واحد، لا ممكن تكون بتشيل 4، لا ممكن تكون بتشيل 6. ده هنا بيفرق في حجم الرام، والله انا جايب 16، لا ده انا جايب 32، لا انا جايب 64 مثلا، في 64 رام عادي. بس ده الحجم. طب في حاجه ثانيه بقى، انا معايا الاربع بوكسات دول او 6 بوكسات دول بديهم للشخص ده ببطء، لا ده انا بديها له والله في ثانيتين البوكس اللي هو عايزه، لا ده انا بديه له في 4، لا بقى ده انا بديه له في 12، لا ده في واحد تاني بيديه له في قد ايه، في نص ثانيه. فاهمني؟ فمش بس الحجم ده مثلا، ده الفيرجن بتاع الرام اللي هو دي دي ار 4 دي دي ار 5 وهكذا. فاحنا عندنا الرام دي مش بس متوقف عليها حجمها، لا حجمها وكفاءتها وادائها. حلو، دي البيانات الصغيره اللي احنا بننقلها. فاحنا دلوقتي بقى عندنا 3 بوكسز واتعمل عليهم الادوات وحفظناهم وفهمناهم وخرجوا لنا مثلا الثلاث صناديق، طلعوا لنا ايه؟ افترض اي حاجه يا عم، طلعوا لنا في الاخر زرافه، اللي انت عايزه اي حاجه. المنتج النهائي ده او الحجم الكبير بتاع المنتج النهائي والمنتج البدائي برضو الاولاني اللي احنا اللي بدأناه واللي نهيناه، لو كل ده موجود على الكمبيوتر، مش عايزين اللي في النص، كل ده متسجل على الكمبيوتر. انت معاك مثلا صور وعملت لهم فيديو، فالصور ذات نفسها والفيديو اللي هيطلع كل دول متسجلين فين؟ هنا في الهارد. الهارد ده ايه الفرق بينه وبين الرام غير القصه اللي انا حكيتها لك دي؟ ان ده هيفضل موجود وده هيفضل موجود، يعني الصور والفيديو هيفضل موجود، لكن العمليه اللي بتحصل في النص دي كلها مش موجوده في الهارد. فهو عشان كده هي عمليات صغيره وبسيطه بتحتاج حجم صغير وسريع، وكده كده بتتغير. يعني ايه بتتغير؟ يعني بتترمي. يعني احنا عندنا 16 جيجا رام، 16 جيجا رام دول بيتم استخدامهم في لحظه معينه، خلصنا وهنعمل بروسيس جديده، 16 جيجا رام دول بيفضوا وبيخشوا على البروسيس الجديده اللي احنا بنستخدمها. عشان كده حجمها مش كبير. لكن عند الهارد ده لا يا معلم، ده احنا الصوره دي موجوده والفيديو ده موجود وهيفضلوا موجودين حتى لما نخش على عمليه جديده، انت الفيديو اللي بتسيفه بيفضل متسيف. عشان كده الهارد ده بيبقى اكبر بكتير جدا 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 جدا، وده اسرع بكتير جدا جدا جدا، عشان ده احنا محتاجينه في العمليه ذات نفسها، ده احنا محتاجينه في التخزين. فهتلاقي يقول لك كمان حاجه ثانيه غير الحجم والسرعه، ان ده متطاير، سوري ده غير متطاير، يعني الحاجات اللي بتحصل جواه تفضل متسجله ومتسيفه، ده متطاير فاللي بيحصل فيه بيطير. فدي بس كي ووردز، يعني دي كلمات مفتاحيه هتلاقيها ظاهره في الاسئله معاك بعد كده، ايه فيهم المتطاير وايه فيهم المش متطاير، وده هتلاقيه موجود في التعريفات بتاعه كل الحاجات الموجوده اللي احنا حاطينها في الملزمه دي. هنخش على الجزء الثاني. احنا عندنا دلوقتي السي بي يو اتكلمنا عنه ان هو والله ده هو ده العقل المدبر، ده البرين، ده العقل بتاع الكمبيوتر كله. طب ما احنا ده بقى، هل انا لو عندي عقل يا معلم، انا لو عندي عقل بينفذ الادوات دي كلها بس ما عنديش حد يديره بقى، يعني انا والله انا عندي مكنه يعني اقوى مكنه في التاريخ، ليه؟ عندي فيها حديد قوي جدا، وفيها مش قصدي مكنه اللي هي لا، يعني قصدي مثلا آلة، يعني حاجه في مصنع جميل، فيها عتاد رهيب وكبيره جدا، تلاقي مثلا ايه 90,000 متر في 40,000 عرض في قصه، بس هي مش شغاله.
يقول لك مش شغاله ليه؟ السوفت وير بتاعها مش شغال. انا مش عايز اديك مثال على الكمبيوتر بس، لان انا اقول لك مثال على الكمبيوتر مفهوم. لكن لما اجي اقول لك ان في عتاد كبير جدا زي المكن اللي في المصانع وحاجات زي دي، بيبقى لازم برغم ان العقل موجود، التروس موجوده فيها، تروس كبيره كتيره شغاله، بس محتاجه ايه؟ محتاجه زرار يقول لها لا احنا دلوقتي محتاجين نشتغل، لا احنا محتاجين دلوقتي نسحب كذا، لا محتاجين نعمل كذا. فاللي بيديها التعليمات ده لو مش موجود شكرا الجهاز كله طار. نفس الفكره. هنرجع بقى للامثله بتاعتنا بتاعت الكمبيوتر. كمبيوتر وقع ويندوز، طب ما لما يوقع ويندوز برغم الكمبيوتر موجود والهارد موجود والاس اس دي موجود والاتش دي دي بتاعها موجود الرامه موجوده، كل حاجه موجوده، بس يا معلم مفيش حد يقول لي يلا بقى اتحرك، يلا بقى اشتغل، يلا بقى اعرض لي الابلكيشن، يلا بقى اعرض لي مش عارف ايه. فاحنا دلوقتي عندنا الجزء بتاع العرض ده كله، جزء التفاعل اللي بنبدا نطبق بيه على الهارد بتاعنا، هو الجزء بتاع السوفت وير. وعندنا السوفت وير ده بيتقسم لحاجتين. سوفت وير مش لازم نكتبها هنا، موجوده معانا في الملزمه، هو نظام التشغيل والتطبيقات. نظام التشغيل ده ايه؟ ده الويندوز، ده النظام الكبير اللي موجود عندنا اللي بيشغل الكمبيوتر، اللي بيتعرض عليه الحاجات اللي انت عايز تعملها بعد كده. ان احنا عندنا ايه؟ عندنا نظام تشغيل بيعرض كل حاجه، بيفتح كل حاجه، بيخلي لك عندك شكل كويس، بيستحمل توزيعات الاداءات، بيوزع الدنيا دي كلها بشكل مفهوم. لكن بعد كده بقى انت في حاجات ما انا عايز تعرضها. نرجع تاني لمثال المكنه. حلو، عندك مكنه كبيره وفيها السوفت وير اللي شغال بتاعها اللي بيخليها تعمل ايه؟ بيخليها تفهم بعضها والتروس تشتغل وتعمل كذا وتعمل 1 2 3. بس لا، ده انا المفروض يبقى في ابلكيشن جوه المكنه دي. على فكره الكلام ده باين في الغسالات، حتى في الثلاجات، في التكييفات مثلا، يعني ايا كان لازم يبقى في تطبيقات جوه السوفت وير الكبير ده. في تطبيق معين لضبط درجه حراره مثلا، وفي تطبيق تاني لضبط السرعه، وفي تطبيق ثالث لضبط الحجم او الكفاءه. مثلا عايز اطلع بالكيلو، عايز اطلع بالطن، عايز اطلع بكذا، فاهم؟ فكل ابلكيشن كبير او كل سوفت وير كبير، كل اوبريتنج سيستم كبير جواه ابلكيشن صغيره، جواه تطبيقات صغيره، كل تطبيق فيهم بيعمل فعل معين من افعال الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل. فده هتلاقيه بيقول لك ايه؟ نظام التشغيل ده الكتالوج الاساسي الكبير زي الويندوز او الاندرويد اللي بيعلم الموظف ازاي يفتح عينه. فهو ده اساسا ده اللي هو الايه؟ ده اللي بيقول لك والله ده احنا هنفتح عينينا كذا، يعني هنفتح عينينا كذا، يعني لا احنا هنفتح التطبيق ده بالشكل الفلاني، هنروح نفتحه، يعني لا ده احنا هنعرضه لك هنا. لا كتالوج هو بس بيرشدك وبيعرض كل ده. ايه بقى الحاجات الصغيره اللي بتحصل جوه الابلكيشن ده؟ يقول لك ايه؟ الكتالوجات الصغيره الفرعيه اللي بيشتريها الموظف عشان يعمل وظائف معينه بقى. يعني خلاص احنا دلوقتي رجعنا لمثال البني ادمين مش مثال الاله. لو انا دلوقتي بني ادم فانا محتاج كتالوج يقول لي والله انت المفروض هتجمع الورق كذا وهتصحى بالطريقه الفلانيه، واللي هي حاجات بقى اللي هي الايه؟ الديفولت اللي نازله معاك، انت نازل معاك سوفت ويرك. يعني البني ادم ذات نفسه في حاجات اساسيه بيتعلمها وهو باي ديفولت. خلاص انا بصحى كذا، بقوم كذا، الحاجات بقى الكتالوج الاولاني الاساسي ده خلاص انت عارفه. الحاجات بقى الزيادات بتاعت الشغلانه الفلانيه دي، انت مثلا اشتغلت مهندس، في تطبيقات معينه انت لازم تعرفها للشغلانه دي. انت لازم تعرف البنى بيتبني ازاي، لازم تعرف مثلا لو انت فنان بترسم لازم الرسم بترسم كذا، لو انت سواق لازم تعرف ان العربيه. كل واحد له الابلكيشنز المعينه بتاعته، مش كل الناس بتعرف تعمل نفس الحاجه. في كتالوج كبير كل الناس بتعرف تعمله، الناس بتعرف تصحى، الناس بتعرف تمشي وهكذا، فاهمني؟ فهي دي نفس الفكره بتاعت الاوبريتنج سيستم. في حاجه واسعه كبيره قوي كل الكمبيوترات بتشتغلها، كل الاجهزه بتبقى شغاله عليها، لكن الابلكيشنز بتاعت كل جهاز عن الثاني بيفرق في جزء التطبيقات. طيب بقى احنا كده خلصنا الكمبيوتر وخلصنا ايه الكمبيوتر ده وتعريفه وبيحصل ازاي. طب والله عرفنا بعد كده ايه الهاردوير اللي جواه، طب ايه السوفت وير اللي جواه. طب احنا بقى جايين نتكلم عن ايه؟ هل احنا كل ده جايين نتكلم على الكمبيوتر والمكونات بتاعته والمنهج بتاع ثالثه اعدادي واولى ثانوي والكلام اللي هو مش اولى ثانوي كمان، والله ده المنهج اللي هو قبل كده؟ لا احنا جايين نفهمك ده. فلما اجي اقول لك ان احنا ازاي بنتواصل مع الاله وازاي احنا بنقدر نتفاعل بين ده وده، تكون فاهم اصلا ايه ده. انا لما اقول لك والله انا بتعامل مع الكمبيوتر ده بالطريقه 1 2 3 وبروح اعمل، انت اصلا مش فاهم ايه الكمبيوتر ده يا حبيبي انت. فانت لازم، انا ما استفدتش قوي بالمناسبه، لو حد تاني استفاد قوي ممكن ده يبقى ممل بالنسبه لك، ولكنه مفيد، ما زال مفيد. ولكن انا اعتقد ان ده كفايه الجزء بتاع تفهم ايه هو الكمبيوتر، ايه هو الهاردوير، ايه هو السوفت وير، كفايه قوي. مش عايز اغرق جوه بقى في الاوبريتنج سيستمز، واغرق لك في الابلكيشنز، واغرق لك في، فاهم؟ خلاص يعني. بعد ما بنفهم ده وعايزين نتفاعل مع الكمبيوتر وعايزين نتواصل معاه، بيبقى في عندنا تشين كده. برضه بكلمكم انجلش، انا عارف انتوا مثقفين يا اخواتي، انا عارف ان انتوا رجاله مظبوطه وفاهمانه، بتعرف تتكلم عربي وانجلش وفرنساوي وايطالي عادي، بس احنا داخلين عربي كده عشان يعني نعيش سوا يعني زي بعض والكلام ده. بس عادي اكلمكم انجلش واكلمكم تتكلموا انجلش عادي يعني. عادي يا معلم، عندنا تشين يا عم، عندنا سلسله. فهمت؟ انا ما فهمتش، انا قلت لك. المهم يعني عندنا سلسله بين تواصل بين البني ادم والاله اللي هي الماشين بتاعتك، اللي هو بقى الكمبيوتر او لو انت مركب سوفت وير او ابلكيشن على زي ما قلنا اله معينه او سمارت تي في، سمارت ووتش،
كل ده حاجات انت ممكن تكون بتطبق عليها انت شخصيا بنفسك، تعمل لها السوفت وير بتاعها. احنا بس مش بن ويب ديفلوب، احنا مش بس بنعمل مواقع، لا احنا قاعدين بنتفاعل مع كل الماشينز. فاحنا هنا مش عايزين بس نتكلم ان احنا والله بنكلم الكمبيوتر، لا نتكلم اي ماشين ايفر، اي ماشين. فاحنا عندنا بنبدا الاول ببني ادم. احنا عندنا البني ادم هو اول شخص في هذه السلسله. البني ادم هو اللي عايز يعمل، خلي الاله دي تعمل واحد نقطه معينه. فمين اول واحد بيتكلم؟ هو بني ادم. فانا ده ازاي بقى يوصل لهناك؟ هنبدا تاني الخطوه هي خطوه لغه البرمجه. هنيجي نفتح اول خطوه تعملها ايه؟ تروح تفتح الكمبيوتر بتاعك، تفتح في اس كود، تفتح كورسر، تفتح ايا كان التول اللي انت بتكود منها، وهتبدا تكتب. فاحنا ايه اول حاجه بنعملها؟ بنتواصل بلغه برمجه. هل بقى الكمبيوتر ده فاهم لغه البرمجه؟ هل الكمبيوتر ده لما اقول له برنت كذا فاهم ان البرنت دي انا نطبع؟ لا، ما بيفهمش. ليه؟ انه خلاص بقى احنا راجعين في قصه ان والله الكمبيوتر ده بيفهم 0 1، وال0 1 دي عباره عن اشارات كهربائيه، يعني عباره عن ترانزستورز كده. هو بيفهم الزيرو ده منور يبقى مفيش، هنا 1 يبقى فيه. فهو كل علامه معينه بتوصل له امر معين. انت مش محتاج تفهم ده، او مش محتاج تحفظ ده، محتاج تبقى فاهمه عشان تبقى فاهم ايه الفرق بين البرمجه ولغه البرمجه. وخلي بالك زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت وهنتكلم برضو الفيديو ده، برمجه مش لغه برمجه، برمجه مش اكواد. الاي بيكود، اي بيكود، بس انت محتاج تبقى فاهم كويس انت ازاي بتتواصل مع الماشين بتاعتك، محتاج تبقى فاهم كويس ايه التولز اللي تقدر تستخدمها، تبقى فاهم كويس ايه الالجوريثم اللي محتاج تستخدمه وانت بتكود، ايه الالجوريثم اللي انا هشرحها لك. محتاج تبقى فاهم كويس قوي انت ماشي ازاي في الكود بتاعتك، في اللغه اللي انت بتوصلها للاله بتاعتك، عشان توصلها بطرق معينه انت هو ضامن ان هو يفهمها صح، وضامن ان هو هيبرفورم كويس، ضامن ان هو هيعمل اداء كويس. فده اللي احنا هنتكلم عنه. انت لازم تبقى فاهم السلسله دي كويس جدا، لازم تبقى فاهم بعد كده الخطوات المثاليه اللي يوصلوا احسن اداء. مش بس كود. لغه البرمجه دي اسهل حاجه دلوقتي. اسهل حاجه انك تتعلم فريم ورك، اسهل حاجه انك تتعلم اكتب بجافا ولا اكتب مش عارف بايثون ولا مش هكلمكم حتى في فريم وركس عشان ما تعرفوش دلوقتي. لكن انت سهل جدا تتعلم ده. لكن الجزء الصعب، الجزء المهم، انك تفهم ازاي تبرفورم كويس، ازاي تأدي كويس، ازاي اي مشكله تقابلك تواجهها باللوجيك، مش تواجهها بالكود بس. ان في مشاكل الاي اي هيقف عندك، هو هيديك كود، انت مش عايز كود، انت عايز ده يبقى شغال، عايز تبقى فاهم الماشين دي شغاله ازاي عشان تعرف تتعامل معاها. فزي ما اتكلمنا هنا، الكلام ده بالنسبه لك هيبقى مهم في ايه؟ مهم في حاجات كتير جدا. زي ما عدينا اول جزء هو البني ادم ولغه البرمجه، التول اللي احنا نستخدمها، خلاص فتحنا وكتبنا لغه البرمجه. بس عشان نوصل للغه الاله اللي هي دي 0 وال1 بنعدي على المترجم. مين المترجم ده؟ هل البني ادم بيقف يترجم لك؟ لا، الكومبايلر اللي انت فتحته. الكومبايلر ده اللي هو ايه؟ هو الابلكيشن اللي انت فتحته تكتب من عليه كود. اذا كان بقى اللهم صل على النبي فيس كود، او خلينا فيس كود عشان انتوا كده كده استخدمتوه في اولى ثانوي في الكورسات المتقدمه او في الادفانسد ليفلز يعني. فالجزء ده اللي انت بتكتبه ده لما تيجي ترن، هو مش بيرن كده، يعني مش بيبعت له الارقام اللي انت مش بيبعت له الاكواد اللي انت بعتها له زي ما هي، لا هو بيترجمها في النص. فالكومبايلر هنا هو بيقوم بدور المترجم، وهتلاقيها موجوده في لما نخش بعد كده بنشرح الفرق بين الكومبايلر وبين البروجرامنج لانجويج. هيقول لك البروجرامنج لانجويج دي هي اللغه اللي بيستخدمها المترجم عشان يوصل الاله، فهي جسر. هتلاقي دايما الكومبايلر ده جسر. فانت دايما تبقى عارف ان الكومبايلر ده او المترجم، او مش مترجم، خلي بالك برضه انا بس بفهمك ايه اللي بيحصل هنا. انت تبقى فاهم ان الكومبايلر ده هو مترجم او جسر ما بين اللغه اللي انا بكتبها واللغه اللي الماشين بتكتبها. تفهمها ولا ايه؟ فاللغه الماشين بتفهمها دي بتتعامل بقى مع مين في الاخر؟ مع السي بي يو اللي احنا قعدنا نحكي ونرغي هنا. اتكلمنا ان هو ده العقل المدبر لكل حاجه، وشرحنا البروسيس بتاعتنا كلها. فاحنا كده فهمنا ايه الفرق بين البرمجه ولغه البرمجه. دي برمجه، دي برمجه، دي حاجات، دي خطوات كتير تقدر تفهمها عشان تعرف تكتب كود صح. عشان في خطوات تانية لسه جوه البرمجه ذات نفسها هنفهم بنكتب ازاي، وايه التولز المهمه، وايه ايه الحاجات المعينه اللي محتاجين نفكر فيها واحنا بنكتب. بس كل اللي بقوله لك ده اهم بكتير من ان انا اقول لك والله برنت اف ولا برنت بس ولا هنكتب كونسول لوج. كل ده مش مهم، او مهم يعني بس اقل قدر كبير قوي من الاهميه. خش دلوقتي بقى على اللي انت بتحبه، خش على البرمجه. مش تاخد البرمجه لسه، اصبر اهدى. انا عارف انك عايز تكود، بس والله العظيم دي مش كل حاجه. اهدى، صلي على النبي. برمجه ايه؟ احنا قعدنا، خلي بالك احنا الصفحه الاولانيه دي شرحنا فيها كل حاجه، هتلاقيها بقى بنعدي عليها تعريفاتها الاساسيه. فهتلاقيني بقول لك ايه؟ البرمجه دي عمليه انشاء برنامج. يعني احنا دلوقتي بنعمل البرنامج ده كله، احنا مش بس بنكتب الكود، البرنامج كامل، العمليه بتاعت بناء البرنامج كامل دي عمليه البرمجه. من اول ما تفتح الكمبيوتر، اول ما تفتح الكومبايلر، اول ما تكتب الكود، كل ده برمجه. فباستخدام ايه بقى؟ باستخدام لغه يعني البرمجه بتستخدم فيها لغه برمجه. يعني دي حاجه ودي حاجه. التوجيه جهاز الكمبيوتر تنفيذ خوارزميه او مهمه معينه. يعني ايه بقى خوارزميه او مهمه معينه؟ انت دلوقتي عايز تعمل مثلا، تعالى ناخد مثال، تعالى نمسح القصه دي. بس كده نكبر المسحه دي شويه.
حلو. انا مثلا عايز اعمل حاجه معينه، عايز اعمل ايه؟ عايز اجمع 5 زائد 9 زائد 14. دي عمليه. فدي احنا دلوقتي عملنا ايه؟ عايزين نبرمج العمليه دي. فبنعمل ايه؟ نكتب لغه برمجه تبرمج لنا العمليه دي باستخدام خوارزميه معينه. يعني ايه خوارزميه معينه؟ يعني انا هقول له الحساب، أنا طبعا مش بشرح له، هو فاهم القصه دي كويس، بس انا بشرح له ان والله انت تعمل ايه؟ هتاخد الخمسه هتضيف عليها 9 الاول، دي اول حاجه. وهتضيف التسعه ازاي؟ بتزود 1 2 3 4، لو بتزود 1 9 مرات مثلا. بشرح له خطوه خطوه. وبعد ما يطلع لك الناتج اللي هو مثلا 14، هتجمع علينا 14 اللي جايه بعدها، وهتجمعه بنفس الطريقه ده وكده كده لحد ما يطلع لك 28. فانا شرحت له ايه؟ شرحت له ايه المهمه الاساسيه اللي احنا نعملها، وايه الخطوات اللي هنمشي عليها. اشرح لك حاجه ثانيه مثلا، انا عايز اعمل برنامج، انا بقى برنامج معقد دلوقتي شويه. انا عايز ادخل حمام. شفت البرنامج معقد ازاي؟ فانت عايز تخش الحمام مثلا يعني. فالخطوات اللي انت هتمشي عليها دي برمجه. اه طبعا داخل الحمام، داخل بتتبرمج، مش عرفك تخش ازاي. فانت دلوقتي عندك مهمه معينه، ايه المهمه بتاعتك؟ هي دخول الحمام مثلا. مش عارف الحمام ازاي، مش مهم، افترض ان ده حمام. المهمه بتاعتك الاساسيه انك تخش الحمام. تخش الحمام ده دلوقتي، دي المهمه الاولانيه، خلاص احنا فهمنا، عرفنا المهمه. طب الخوارزميه بتاعتك ايه؟ او ايه الفكره او الطريقه اللي انت تخش بيها الحمام؟ عايز تخش الحمام كده على طول ولا لا؟ في الاول والله ده انا هقوم من على الكرسي. حاسس انا اخترت اكتر مثال مقرف في الدنيا. اقوم من على الكرسي، انا قاعد على الكرسي. او ممكن يبقى في حاله مختلفه، لازم اعرفه ده ممكن ما يبقاش قاعد على الكرسي، ده ممكن يبقى قاعد على اللابتوب بتاعه. فلازم يقفل اللابتوب ويقوم من على الكرسي. ونشوف الطريق بقى الحمام. هو الحمام كده كل هو ايه؟ هو كل الطرق تؤدي للحمام؟ لا طبعا. لو هو في الاوضه هنخليه يخرج من الاوضه الاول ويخش الطرقه ويخش الحمام على ايده اليمين. طب ما هو لو جاي من الناحيه الثانيه هيجي من ناحيه الشمال، مش هيخش يمين بقى، البيت جاي كده. فهيخش من الشمال وهيجي من جوه الطرقه وهيخش الحمام على ايده الشمال مش على ايده اليمين، ايا كان بقى. فاهمني؟ لو انت جاي حمام كده غير لو انت جاي ماشي. فاحنا دلوقتي عملنا ايه؟ حطينا كل الاحتمالات وعرفنا ان احنا عندنا مهمه معينه ممكن يبقى فيها كذا طريقه معينه انك تجتازها، وكذا خطوه، وممكن لو الحاله دي كذا هنعمل كذا. احنا دلوقتي الاثنين بقينا فين دلوقتي؟ عندنا حالات مختلفه، لكن احنا الاثنين دلوقتي بقينا واقفين عند باب الحمام. عندنا لسه حاجه جديده. لو باب الحمام مفتوح والله يخش خلاص اجتاز. لو باب الحمام مش مفتوح، لا والله اصبر شويه، احنا هنيجي عند الاكره، هننزل الاكره كده اهو وهنخش. طب لو الاكره بقى مقفوله ومحتاجين مفتاح، لا ده احنا هنفتح المفتاح بالشكل الفلاني وهنفتح الاكره وهنخش. ده احنا كده ما عملناش برنامج، احنا عملنا روبوت عايز يخش الحمام ماشي. بس عايز افهمك ان ايه، ان اي حاجه انت بتعملها هي مهمه اساسيه، وهي في الاول والاخر خوارزميه، لازم خطوات معينه تكون ماشي عليها عشان تجتاز المهمه دي. انت لازم تهندل كل الاحتمالات، لان هو مش طريق واحد بس انت ماشي فيه. فده مثال يعني كروكي كده، مش طبق برمجه بس، ومش عليك انت بس، مش على الروبوت. اصل الروبوت ده خلي بالك دي برمجه. الروبوت ده بيتبرمج ان هو، انت تخيل شايف روبوت ماشي قدامك، هو ازاي عارف ان لا هو بيتبرمج على كل حاجه؟ انت ماشي في سنسور مثلا بيعرف ان ده طريق ولا لا، فبيقول له والله لو ده طريق امشي كذا، لو فاضي لا اقف، لو فاضي لا ارجع. فاحنا في الاول والاخر عندنا مهمه، عندنا خوارزميه معينه بنمشي بيها خطواتنا، وعندنا في الاخر برضو عندنا في مشاكل لازم نهندلها. ليه بقى نهندلها ازاي؟ او امتى نقف وامتى نكمل؟ هنا هنبدا فيها. عندنا هياكل تحكم. يعني ايه عندنا هياكل تحكم؟ مش احنا عندنا العمليه اهي، اوقات مشينا على طول، لما جينا هنا عند الجمع زودنا على 5، زودنا 9 بتوعها، وزودنا 1 1 1 وكملنا، ولا 14 زودنا، احنا خلاص كملنا على طول في المثال بتاعنا من غير ما نقف ومن غير ما نشوف شروط معينه. فده احنا هنا عندنا هيكل اسمه هيكل تسلسلي، احنا ماشيين على طول بشكل واحد كده في خط طريق مستقيم، مش اي حاجه بتعطلنا. فده الهيكل التسلسلي، هتلاقيه اهو هنا عمليه 1 عمليه 2 عمليه 3 وبننهي على طول من غير اي مشاكل. طب ما احنا عندنا هيكل تاني اسمه هيكل التفرغ. ايه هيكل التفرغ ده؟ هو هيكل بيخليك تبقى ماشي طبقا لشروط. انا كنت ممكن اعمل لك هناك على مثال رياضي برضه، بس قلت يعني ايه، تعالى ننزل شقه ونمشي سوا. فوالله زي ما مشينا، خلي بالك في رسومات، يعني انت هنا بترسم البدايه بشكل معين، ده فلوت شارت هنشرحه تحت. يعني في اشكال مختلفه ترسم بيها القصه دي، ممكن تكتبه باشكال كتير. انا مش عايز اطفي معاك بالفكره دي، بس عايز اكلمك ان في ايه، في ستراكشرز معينه او في هياكل معينه بتفكر فيها ازاي. يعني هل في حاجات تسلسليه، في حاجات تفرعيه، وفي حاجات تكراريه. يعني واحده واحده بس عشان نفهم طريقه الفهم. احنا مش عايزين نطبق، احنا عايزين دلوقتي نفهم كويس قوي ايه الحاجات اللي هنطبقها على كل الادوات، بعد كده الادوات نبقى نفكر فيها بعدين. فعندنا هيكل التفرع ده، هيكل التفرع ده بيقول لك ايه؟ لا، احنا عندنا شرط. الشرط الاولاني لو اتحقق مثلا هنعمل عمليه معينه،
لا لو ما اتحققش، زي مثلا ما قلت لك ايه، لا ده لو الباب مفتوح، لا لو مقفول. كل حاله مختلفه فيها حل مختلف. يعني الحاله اللي بتحصل قدامك لازم تكون بتقدر تغير قدامها، بتقدر تعمل لها حل يناسب هذه الحاله. فده الجزء الاولاني. ولو ما بقى نخش هتلاقي ممكن يبقى في حالات كتير، بس انا بكلمك ان الفكره الاساسيه احنا بس بناخد ايه جزء واحد من المشكله، ان عندك حاله بتشوف هل الكونديشن دي او الحاله دي اتحققت ولا لا، وكل حاجه تشوف لها الحل بتاعها. الحاجه الثانيه هيكل التكرار، عمليه معينه تقعد تكررها. يعني ايه مثلا؟ يعني انت طول ما انت ماشي بتحرك رجلك. فاحنا خلاص انا هسيبكم من التكنولوجيا دي خالص وهننزل بقى الارض. طول ما انت ماشي انت ماشي اهو، انت ماشي فانت بتحرك رجلك، بتتحرك عشان تمشي. هل تقدر تمشي من غير ما تحرك رجلك؟ لا. تقدر رجلك تتحرك لحد امتى؟ لحد مثلا انا كنت اتخبط في الكاميرا دلوقتي، فلحد ما توصل النقطه بتاعتك او لحد ما تحس انك عايز تقف تفضل تمشي لحد ما تقف اجباري، تقف خلاص ان الشرط اللي انت عايزه مش هيتحقق. فاحنا هنا عندنا مثال مثلا يعني لو احنا عايزين نعد لحد 10 بنعمل ايه؟ بنعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لحد ما قابلنا 10 نفضل نعد لحد ما السبب اللي بيخلينا نعد نقف. وهكذا بقى لو احنا عندنا مثلا صندوق كبير جواه 10 ازايز وعايزين ناخد منه 7، فبنفضل ناخد 1 2 3 4 5 6 لحد ما نلاقي 7 وقفنا. طب عايزين ناخد 7 ازايز نملاهم بحاجه معينه والسبعه التانيين نملاهم بحاجه ثانيه، لا ده احنا هناخد اول عمليه دي هنكررها 7 مرات لحد ما نقف، هنخش على العمليه الثانيه اللي جوه العمليه الاولى نكررها بشكل مختلف. فاحنا كل حاجه عندنا فيها اشكال معينه في اللوجيك في المنطق. احنا كل اللي بنتكلم فيه ده هو احنا ازاي نفكر، مش ازاي نستخدم التول دي او ما نستخدمش التول دي او نرسم كذا او نكتب. كل ده مش مهم بالنسبه لي، المهم ان انا مدخلك وانت فاهم تفكر ازاي. فاحنا هنا خلصنا الجزء بتاع برمجه كفكره وكهياكل تحكم في البرمجه. بعد كده بقى نخش على لغات البرمجه. احنا عندنا اكتر من لغه. خلي بالك احنا النهارده مثلا هنديكوا بعض الامثله هتبقى ببايثون، مش هنتكلم بلا جافا ولا سي اس اس ولا اتش تي ام ال، لان احنا عايزين نتكلم في الحاجات اللي هي الايه العامه السهله، السنتكس بتاعها سهل. يعني ايه سنتكس؟ بص تعال يا معلم، تعالى نمسح دي. ماشي ماشي. احنا عندنا دلوقتي عايز اطبق حاجه معينه في بايثون، بروح اعمل له ايه؟ بقول له برنت. جميل. في سي باجي اروح اكتب له ايه؟ بقول له برنت اف. عندكم في جافا السنه اللي فاتت قلت له كونسول لوك. جميل. ده بيعمل ايه؟ لو انت كاتب له مثلا اكس هيظهر لك على الشاشه اكس. طب وده يعمل ايه؟ يعمل نفس الفعل بالظبط، وده يعمل نفس الفعل بالظبط. ايه الفرق بين ده وبين ده وبين ده؟ لغه البرمجه. احنا استخدمنا اللغه اللي فيها البرنت بتتقال برنت. ليه؟ عشان اسهل، عشان احنا النهارده مش هنشرح برمجه ككود، ولكن لاننا النهارده مش مهتمين نشرح اكواد البرمجه كاكواد بقى ونكتب ونشوف ده هيطلع. احنا عايزين نفهم بس هي البرمجه بتعمل ايه او بتتعمل ازاي. فاحنا حبينا بس نستخدم اسهل لغه بالنسبه لنا يعني. فعشان كده استخدمنا بايثون، عشان نسبه كبيره يعني هو هيكلمك اكتر في المنهج النظري بتاعك ببايثون، عشان بايثون بتتكلم عن ايه؟ زي ما نشوف دلوقتي هي لغه قويه جدا تستخدم في مجالات الذكاء الاصطناعي والاحصاء، تميز بقدرتها على تنفيذ المهام باقل عدد ممكن من الاسطر البرمجيه. كده قلت لك استخدمتها النهارده ليه؟ لان اولا هي اسهل في الكتابه، ثانيا الانجليش بتاعها سهل جدا جدا جدا، فيعني هي مش معقده حتى في الفهم. لكن ليه بقول لك المنهج النظري يبقى موجود اغلب بايثون؟ عشان احنا اغلب الكلام بتاعنا يبقى عن الداتا، عن الماشين ليرنينج، عن الاي اي، عشان هو الترند يعني. احنا وزاره هتبقى ترند هنعمل ايه؟ بس خلي بالك الاي اي لسه شغال عادي، في فلوس اوكي تمام، الويب فيه فلوس تمام اوكي، السايبر فيها تمام اوكي. يعني برضو نفس اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، مش هتختار المجال مع كليه كبيره فيها تخصصات كتير، مش هتختار المجال بتاعك نظرا للفلوس. يعني احنا عندنا ايه سريعا يعني، سيبك من ده نكتب تحت عادي. عندنا اي اي، وعندنا سايبر، وعندنا ويب، وعندنا موبايل، وعندنا ايه تاني، وعندنا الداتا برضو في مجالات الداتا. ماشي، اذا كان بقى ساينس او اناليسيس او انجينيرنج، يعني ساينس او اناليسيس او انجينيرنج. حلو. مش هقول لك كل واحد بيعمل ايه في كل ده، بس احنا ممكن نتكلم بشكل كروكي كده. مثلا عندك الاي اي هو مسؤول اكتر عن ان انت تبني مودلز، يعني انت مش تعمل شات جي بي تي زي ما هو بالظبط، بس انت تعمل حاجه قريبه منه مثلا لمكان معين. مش تعمل حاجه بنفس السكيل بتاع شات جي بي تي ده، بس مستحيل. لكن انت بتستخدم يعني، انا بس بخلي بالك برضه هي في استخدامات جوه اصعب من كده بكتير. انت اسهل حاجه بالنسبه لك تقدر تفهمها النهارده هو موديل شبه شات جي بي تي مثلا، بس في مجال معين لشركه معينه تستخدمه جواه. ماشي، فده مجال وشغال شغال. في ناس كتير بتستخدمه النهارده في مصر منتشر قوي يعني، بس مش مهم.
سايبر سكيورتي هي قصه الامان بقى، وانك ازاي تامن. في الناس بص، في برضو احنا عندنا سريعا ما ينتشر روايه او فكره معينه فينتشر اللي ضدها، والاثنين غلط. قال لك سايبر سكيورتي دول هاكرز وبيهكروا، وبعدين دايما بقى بيبقى شكلهم اللي هو لابس كاب وعامل كده وبتاع. عندي على الابلكيشن عامل لي صوره نفس الشكل في منتهى السخافه، بس مش مهم يعني. هتلاقيه هو عامل كاب كده اسود ولابس هودي وباصص كده وحاجات خضراء كتير بتنور قدامه، وده هاكرز ومش عارف ايه. اخي يرجع بقى سرديا المضاد او الفكره المضاده. يا عم السايبر سكيورتي ملوش علاقه بالهاكرز، انتوا مجانين ومتخلفين ولا ايه؟ سايبر سكيورتي لا له علاقه ولا ملوش علاقه، هو ده مجال من ضمن المجالات، ممكن تبقى تشتغل يعني في بلاك هات، يعني ان هم دول اللي شغالين. مش عايز بقى ادوشكوا يعني، بس في ممكن تبقى هاكر من سايبر سكيورتي، تبقى راجل شغال في الشمال عادي. ممكن تبقى شغال في الجزء الثاني ان انت بتامن وبتحمي شركاتك من الاختراقات. ده موجود وده موجود يعني، عشان مش هضحك عليك يعني. الويب بقى المواقع اللي موجوده دي كلها طبعا، موقع بقى اللي بتفتح من هناك وبتفتح من هنا، وموبايلك والابلكيشن، وانا هتلاقيني عندي ويب سايت، والتاني مدرس التاني عنده ويب سايت، والشركه الفلانيه والمش عارف. كل الويب سايتس دي بتبقى موجوده، بيبقى تطوير عن طريق الويب ديفلوبمنت. نفس القصه الموبايل، نفس الفكره بتاعه المواقع، ولكن على الموبايل بتاعك اذا كان اندرويد او اي او اس. ده بيبقى بيستخدمه برضو ناس تانية يعني. خلي بالك اللي بيعمل ده غير اللي بيعمل ده يعني. اي نعم ممكن تلاقي الابلكيشن مربوط بالويب سايت ان شاء الله زي حالتنا برضو، ولكن المطور او الديفلوبر اللي عامل ده غير اللي عامل ده، واللي اصلا عامل ده مش واحد بس، واللي عامل ده مش واحد بس يعني. احنا التطبيق الواحد بيبقى عليه اكتر من ديفلوبر، اكتر من واحد مطوره، عشان احنا عندنا في جوه مجالات كتير جدا يعني. دول جواهم مجالات. السايبر سكيورتي دي فيها 60000 تخصص جوه، 60000 مش ببالغ. الاي اي نفس القصه. الويب برضو فيه فرونت وفيه باك وفيه يو اي واكس، في قصه كبيره جدا هنا. وهنا برضو الداتا دي داتا ممكن تاخدها لوحدها كده، تقول اي حاجه ليها علاقه بالداتا بقى. لا والله ده انت بتحلل البيانات دي او بتستور البيانات. يعني ايه بتخزن البيانات؟ تاخد البيانات دي بتاخدها كده وتروح تخزنها في مكان معين، تشتغل بقى خلاص. انت عشان يحصل العمليات اللي بعدها كنت مخزنها بشكل كويس، بشكل نظيف، بادوات معينه قادره تشتغل مع السوفت وير والقصه دي كلها. ده جزء الداتا مثلا، داتا انجينيرنج مع داتا اناليسيس. دي شغلانه بس انا ربطت لك الاثنين ايه بالبروسيس بتاعها. البروسيس الثالثه بقى الجزء بتاع المودلز، وتشغلها في موديل كويس يكون بيتوقع حاجات في المستقبل، بيفهم الداتا دي رايحه على فين. لا والله ده احنا هنعمل كذا، لا ده احنا هنشغل كذا. ده جزء مختص اكتر في جزء الداتا ساينس والماشين ليرنينج. برضه الماشين ليرنينج ممكن تحطها جنب الاي اي، ممكن تحطها جنب الداتا عادي. فلكن احنا كده فهمنا كل المجالات وكل التخصصات، كلهم فيهم فلوس. كلهم فيهم فلوس، كلهم فيهم فلوس قريبه من بعض. كلهم فلوسهم قريبه من بعض، نفس الرينج. الفرص بتختلف من مكان للتاني، فرص بتختلف من دوله للتانيه يعني. في دول تلاقي هنا اكتر، في دول. هو الويب عامه ما بيموتش يعني. هو الويب اي نعم اكتر تدخل للاي داخل في الويب، ولكن الويب عمره ما هيموت يعني. لسه هتفضل الويب موجود، والاي اي تول بتقلل عدد الموظفين لكن ما بتلغمش. نفس فكره ما زمان كان في آلة كاتبه حلو، دخل الكمبيوتر قال لك شكرا، كل اللي بيستخدموا آلة كاتبه دول هيموتوا. لا، ناس اتعلمت تستخدم الكمبيوتر، ولسه في ناس بتكتب على الكمبيوتر لحد النهارده في ناس شغلتها ان هي تكتب بس. فلا لسه عادي، في شغلانه هتموت، لكن الموضوع محتاج انك تبقى مميز اكتر. رينج الاسعار، رينج المرتبات. الناس بتتجنن شويه، انا عارف الناس بتقول ارقام عاليه قوي 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 قوي، والمشكله ده بيطلع من المدرسين. لكن رينج المرتبات كويس يعني. في ناس بتتخرج وشاطره وبتشتغل في اذا كان ويب ديفلوبرز بيقبضوا 10 و12 و13 الف جنيه بس. بيحصل موجود وعلى ايدي، وممكن اجيب لكم الناس. ممكن اجيب لكم اصلا جوب اوفرز موجوده في لينكد ان وفي وظف وفي بيت وفي الاماكن دي بارقام زي دي موجوده. وفي ناس بتقبض 15 و20 كتير. في ناس بتشتغل ريموت مش كتير، بالاخص لو انت لسه متخرج يعني، هو جونيور. اللي هو ناس بقى بتقبض $2000 و1000 ونص. 2000 دي بعيده قوي لو انت يعني الناس بقى تقول لك $2000 و3000 لو انت لسه خريج يعني. يعني خريج في حلقه. اسف. المهم يعني استنى، خلاص انا اسف. 2000 و $3000 دي مش موجوده خالص، او لو انت لسه يعني فريش جريد لسه متخرج. ولكن في الاول والاخر في ارقام كويسه، في ارقام على المدى البعيد كويسه. ولكن 2003 و8 والله العظيم هي لو 5 و6 و7000 دولار والله العظيم ما كنت اشتغلت في التدريس يا حبيبي. انت والله العظيم لو انت بايدك 4 سنين شغال سوفت وير انجينير حلو، شغال بقى ويب، او شغال اغلب اللي شغالين بقالهم فتره شغالين ويب او موبايل، ويمكن داتا، بس مش كتير كمان. لكن لو انت انا مثلا تخصصي هنا، المهم يعني لو انت شغال بقالك 4-5 سنين وفيها ال $8000 دول، اقسم بالله العظيم ما كنتش هتعتب على عتبه سنتر. ما تجننوناش. $8000 ده يعني 400000 جنيه في الشهر. مفيش الكلام ده، عشان بس ما تعشمش نفسك تتجنن يعني. سيبنا بس القصه دي عشان عايزين ننجز حصتنا. نرجع بقى على لغات البرمجه. فهمنا الفرق؟ ما فهمناش الفرق لسه. عرفنا بس البايثون بتعمل ايه،
الجافا سكريبت احنا الثلاثه دول احنا خدناهم السنه اللي فاتت والله، ودي كمان، بس برضه نشرح مره كمان للطلاب الجديده واللي مش فاهم واللي في اولى ثانوي. احنا عندنا الويب سايت قدامنا ده، لو فرضنا ان احنا مثلا ويب سايت مثلا، يعني هو انا مش ويب سايت بس انا عايز افترض معاك ان احنا دخلنا ويب سايت ولقينا الحاجات دي مكتوبه كده وفي هنا شرح ومش عارف ايه وبتاع. ده اتعمل ازاي؟ عندنا HTML. احنا ما ينفعش نكتب هنا؟ ما ينفعش نكتب هنا فعلا. ماشي، عندنا HTML. طب ما نكتب هنا خلاص، نمسح القصه دي يا عم. عندنا HTML دي هي اللي بتعمل ايه؟ هي اللي بتكتب القصه دي كلها، هي اللي بتلاقيها كاتبه المهندس يوسف طارق دي، هي اللي كاتباها، وهي اللي كاتبه بكالوريا هناك، وهي اللي مخليه دي بخط بارز، هي اللي عامله، هي اللي كاتبه الكلام ده كله. بس بقى مين اللي ملونها؟ مين اللي مخليها متنسقه؟ مين اللي مخلي البكالوريا دي واخده زاويه مايله يمين؟ خلي بالك دي صوره عاديه، خلي بالك لو هي ويب سايت يعني، ومخلي المهندس دي مكتوبه هنا وبالخط ده ومش عارف ايه، ده CSS، هي اللي بتلون وهي اللي بتنسق. الحاجه الثالثه بقى، لو انا والله هنا عندي لما مثلا المهندس يوسف طارق مثلا يعني لو دوست عليه، محدش يقدر يدوس على المهندس يوسف طارق ولا إيه؟ لو دوست على الزرار يعني، لو دوست على الزرار وفتح لي مثلا موقع تاني او فتح لي ويب بيج تاني، يعني صفحه تانيه من الموقع ده، هتكون معموله بالايه؟ بالجافا سكريبت. بس احنا كده فهمنا الثلاث لغات دول، وفهمنا البايثون في الجزء اللي فات، هي الجزء اللي مختص اكتر باي حاجه ليها علاقه بالاي اي تكتبها في الباك اند اكتر. ايه باك اند بقى؟ دي العمليات اللي بتحصل ورا القصه دي كلها، الداتا اللي بتتخزن لما تعمل 1 2 3 ايه اللي بيحصل، ده موجود في الباك اند. الحاجات بتتسيف في الباك اند، الفيديوهات، الصور، كل ده بيتسيف ورا. كل العمليات اللي بتحصل تحسها معقده بتحصل في الجزء الخلفي من الموقع، او الجزء اللي غير مرئي. الجزء المرئي كله بيتكون من الثلاثه دول. بعد كده بقى تستخدم فريم وركس ثانيه غير دول طبعا عشان الموضوع يظهر بشكل متعمق اكبر. كل ده طبعا 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 مش عندنا في المنهج يعني، مش عندنا في الكليه غير في ثالثه باين يعني، صباح الفل. حلو، شرحنا فرق من لغات البرمجه. عندنا مثال حياتي هنا اهو، ميم ح ده يعني مثال حياتي، يعني مثال من الحياه. يبقى اقرا انت هتلاقيه بيتكلم. انا اديت لكم مثال هناك بالموقع، انت برضه هتلاقي هنا نفس القصه. خش بعد كده على المترجم الكومبايلر اللي احنا كتبنا عليه الاكواد. انا شرحت ده امتى؟ شرحنا فوق اهو، اطلع 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 هنا جزء المترجم لما اتكلمنا ان هو جسر ما بين لغه البرمجه اللي احنا بنكتبها وما بين لغه الاله. حلو حلو. خش بقى على الجزء المهم. احنا فوق عملنا ايه؟ اتكلمنا ان احنا عندنا برمجه وعندنا لغه برمجه. لغه البرمجه دي الكود اللي احنا بنكتبه، بس الكود اللي احنا بنكتبه ده اي حد ممكن يكتب كود هيكتبه زي التاني؟ لا. ليه؟ عشان في دماغ هنا بتفكر في حل المشكله بطرق مختلفه، وكل طريقه حل مختلفه عن الثانيه بتؤدي باداء مختلف عن الثاني. وكل ما طريقه الحل تبقى اذكى، تكون متمرسه اكتر، تكون فاهم كويس قوي اللي انت بتعمله ده ايه، هتلاقي البريفورمانس بتاع كل حل بيختلف عن البرفورمانس الثاني، فيبقى التول افضل، الفكره اذكى، الاداء احسن، كل حاجه تحصل لما تكون انت فاهم صح قوي. فهنا المره الاساسيه فين؟ ان انت تشوف الخوارزميه المناسبه، الطريقه المناسبه اللي هتفكر فيها في حل المشكله، بالطريقه المناسبه اللي هتستور فيها المشكله او هتخزن فيها المشكله. يعني ايه؟ تعريف سريع كده، خلي بالك بس في النص. مخطط البياني ده هو الجسر يعني في القصه دي كلها. هو ايه؟ هو الطريقه اللي بترسم بيها ازاي هنطبق الخوارزميه. لو هو ايه الفلوت شارت ده يا معلم؟ اهو ده فلوت شارت، ده كده فلوت شارت، ودي قواعد الفلوت شارت، ده شكل البدايه وده شكل البروسيس ودي شكل القصه كلها. احنا خلاص مش هنشرح فلوت شارت تاني، بس انا عايزك تفهم هو ايه الفلوت شارت. هو الطريقه اللي بترسم بيها الخوارزميه تكون طريقه متعارف عليها. طريقه يكون ايه؟ ما مش هرسم مثلا البدايه، انت مش تكتب كلمه تبدا يعني، برضه خلي بالك يعني البدايه بتبقى كلمه معينه مثلا زي مثلا ايه ارسال بيان او بتاع. فانت لما تيجي تعمل كده وتقول ارسال، انت اوتوماتيك لو الرمز ده محفوظ ان هو ده بتاع الارسال او سوري بتاع البدايه، الثاني يفهم ان ده البدايه. لكن لما اروح اعمل كده بكتب فيه ارسال، طب ما ده مش بتاع البدايه، فاهم؟ فلازم يبقى فيه رسومات معينه متعارف عليها، يكون اول ما تشوفها كده تفهم ده رمز البدايه، ده رمز النهايه، ده رمز، وهكذا يعني. فده الجزء بتاع الفلوت شارت. احنا مش مهم بالنسبه لنا خالص الفلوت شارت دلوقتي، احنا شرحناه فوق. بنتكلم على الالجوريزمز برضو احنا شرحناها فوق، لكن هي الفكره فين؟ ان هي هنا الالجوريزمز، هنا الالجوريزمز اللي بتطبق في الكود هي اصلا منبعها هنا. منبعها ان انا والله المفروض الخطه الفلانيه تبقى كذا كذا. يعني مثلا هقول لك حاجه، احنا مثلا لو عندنا 9 زائد 5 اللي احنا قلناها المره اللي فاتت وهتساوي رقم، هل ينفع اقول له احنا عندنا ارقام حسابيه اهو، ينفع اقول له انا شايف ان الخوارزميه المناسبه ان احنا، انا بتكلم معاك كفكر يعني، اصل مثلا لو دي مساله صعبه اقول له الخوارزميه المناسبه اللي احنا نزود على الخمسه دي 5 كمان نخليها 10 ودي 9 زي ما هي فتبقى 19. سهل مثلا على حد انه يحسبها، وتشيل من 19 دول ايه الخمسه اللي احنا زودناهم هنا بقت 14، عشان مثلا لو هو ما بيعرفش يجمع غير شكل ال10 مناسب. فكره كويسه، بس دي غير مناسبه لشكل الداتا بتاعتك.
ليه؟ لان انت لو بتعرف تجمع عشرات بس، طب ما تزود يا معلم على 9 دي واحد وتخليها 10، يبقى 10 زائد 5 عادي 15. حلو، وهينقص واحد بس، وهينقص واحد بس من 15 ده يخليها كام؟ 14. اسهل بكتير من هو يطرح من 19 5 ويزود 5 على 10. فاهمني؟ فالفكره الخوارزميه دي هي اداه معينه بتخليك تفكر ايه البروسيسز اللي هتمشي عليها بالترتيب عشان تحل المهمه الاساسيه اللي انت عايز توصل لها. والداتا ستراكشر دي هو المكان اللي بتخزن فيه البيانات. يعني ايه؟ احنا عندنا اثنين مشهورين قوي هنتكلم عنهم النهارده. هما مش داتا ستراكشر بالمعنى المعقد بتاعها، لكن هو معنى بسيط خالص. احنا عندنا المتغيرات وعندنا المصفوفات. يعني ايه؟ احنا عندنا متغير بيتحط فيه قيمه واحده، مصفوفات بيتحط فيها قيم كتير، الفرق بينهم هنشرحه. بس هل ينفع الخوارزميه اللي هطبقها على متغير واحد بس تبقى هي الخوارزميه اللي هطبقها لو عندي عده متغيرات؟ لا طبعا. يعني انا معايا صندوق، حلو، معايا صندوق واحد عايز انقله في حته معينه، هل ينفع انقل الصندوق الواحد ده في عربيه شحن؟ ان عربيه نقل 9 طن مثلا بتشيلهم فراح احط فيها 2 كيلو؟ مش مناسب طبعا. فانا كده استخدمت خوارزميه غير مناسبه مع داتا ستراكشر او مع طريقه تخزين بيانات غير مناسبه بتاعتها، فطلع الاداء الاداء سيء جدا. ليه؟ لان هو اولا ما وفرتش مصاريف، يعني دفعت تكاليف زياده. ثانيا ابطا لان العربيه تقيله، والعكس لو رحت اديت لي موتوسيكل حاجه 9 طن اولا هيتقلب ويموت خلاص في ايه، فهي باظت. فلازم تفهم كويس قوي طريقه التخزين الصح تستخدم على الخوارزميه صح. فاحنا مثلا لو عايزين نوصل فعلا الحاجه الكبيره ل 9 طن دي، 9 طن ده رقم كبير قوي، ما اعرفش ليه قلت الرقم ده يعني. بس انا هكلمك مثلا عايزين ننقل حموله يعني، فبدل ما انقلها مع موتوسيكل لا انقلها مع عربيه نقل فتستحمل الحموله دي فتوصلها صح وفي الوقت المناسب ليها. مش عايزين ندور على السرعه بس وهي اصلا هيموت وهينقلب بالموتوسيكل. فهي دي الفكره المناسبه. فزي ما اتكلمنا قبل كده ان السي بي يو والرام بيضمنوا اداء الكمبيوتر بتاعك كهاردوير. يعني دي شكل ام دي شكل ام يا راجل، ايه ده الله دي مش مهم يعني، عايزكم ايه تخيلوه. حلو، الاثنين دول بيضمنوا سرعه الاداء كهاردوير. اللي بيضمن سرعه الاداء بتاع الكود بتاعك يعني از سوفت وير هو السي بي يو. سوري السي بي يو هو استخدام الالجوريثم الصح مع الداتا ستراكشر الصح. عشان برضه بختصر كتير في الكتابه فانت فاهم. الجو هي الجوريثم داتا ستراكشر. حلو، احنا كده خلصنا اغلب الحاجات اللي بنتكلم عنها بشكل ما قبل البرمجه. ايه هي الداتا ستراكشر، ايه هي الالجوريثمز، ايه هو الكمبيوتر، ايه هو كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده. هنيجي بقى بعد كده هنتكلم في اساسيات البرمجه. انا عايزك بس تفهم. طب ما احنا فهمنا ايه البرمجه دي، لكن اساسيات اللغات بقى ايه اللي بنكتبه وايه اللي بنعمله؟ الموضوع سهل جدا. احنا عندنا المتغيرات دي واحنا قلنا ايه هي قيمه واحده. برضه هضرب نفس المثال كوبايه الميه اللي ضربته في اولى ثانوي. عندنا كوبايه ميه، انت اللي يهمك في كوبايه الميه دي هل الميه اللي جواها ولا الكوبايه ذات نفسها؟ بيهمك الكوبايه بيهمك الميه اللي جوه. فالميه اللي جوه دي عشان تنقلها من مكان لمكان تاني ممكن يعني ميه سايبه كده مش تنفع، فلازم تخزنها في حاجه معينه. دي برضه متغيره مع الكوبايه. حلو، ده اللي هو الفاريبل المتغير. ينفع الكوبايه دي تحط فيها ميه وينفع تحط فيها عصير وينفع تحط فيها، فانت قادر تغير القيمه اللي جوه في نفس الوقت قادر تحتفظ بيها. ده اللي ايه، ده المتغير. خلي بالك ان الاري او اللي هم صلوا على النبي المصفوفات هي نفس الفكره، بس هي مش كوبايه واحده، هي عده كوبايات. او مثلا عارف اللي هي بتاع اللي كنا بنحط فيها كنزات الحاجه الساقعه زمان دي او ازاز حاجه ساقعه، هو صندوق كبير كده بس قادر تحط فيه كذا حاجه كذا صندوق. او اللي هي اللهم صل على النبي كونتينر كبير بتنقل فيه مثلا اكتر من بوكس. هو ده الفرق بينهم، هم كلهم نفس الفكره، هي حاجه بتحط فيها قيمه معينه مهتم انت اكتر بالقيمه اللي جوه ولكنها متغيره. فده الفرق بين المتغيرات وفرق بين المصفوفات. هنديك بقى امثله عادي اهو. مثال مثلا احنا عندنا ستودنت اسمه احمد، فاحنا خزن له القيمه المتغيره هي ايه؟ هي اسم. انت ممكن تخزن كلام ممكن تخزن ارقام، فاحنا الستودنت عايزين نسجله سجلنا له اسمه هنا. طب العمر عايزين نسجله سجلناه في الايدج عادي، ما عندناش مشكله. طب احنا عايزين نسجل درجات، هل الدرجات هينفع في قيمه واحده بس ولا لازم في اري في كبير؟ لا، عندنا الدرجات هي موجوده في جريدز كذا جريد كذا درجه نسجلها في نفس المتغير هو بس بقى كبير فبقى اري، مش بنحط فيه قيمه واحده. القيم كلها هنا لازم تكون من نفس النوع. ولكن بعد كده نبدا نستخدم داتا ستراكشرز مختلفه بتستخدم انواع مختلفه قادرين نستور فيها او نخزن فيها حاجات مختلفه. بعد كده الالجوريثمز احنا شرحنا خلاص الالجوريثمز دي بقى كتير جدا. هنخش بقى على حاجه جديده في الالجوريثمز. احنا شرحنا امثله عندنا، هتلاقي الملزمه فيها امثله مختلفه. هتلاقي عندنا مثلا ايه، عندنا عمليه حسابيه احنا عايزين نحسب المساحه بتاعه المستطيل. فهنعمل ايه الخوارزميه؟ اول حاجه نطلب منه عايزين طول وعرض، ما احنا عشان انت عارف القانون بتاعك مثلا طول في العرض، فبنعمل ايه؟ بس خطوات الخوارزميه. اول حاجه بتطلب من المستخدم يتخيل طول العرض. تاني حاجه الخطوه الثانيه احنا بنضربهم في بعض. ثالث حاجه ما انت بعد ما تضربهم دول بيجي لك قيمه ترميها كده في الشارع ولا بتيجي لازم تخزنهم؟ تعالى نخلي اللون ده ابيض او ازرق مثلا، لازم تخزنهم هنا في متغير ما يطلع لك قيمه. عمليه حسابيه دي القيمه بتاعتها فين؟ بتسجلها في المتغير هنا، زي ما سجلنا فوق العمر او سجلنا فوق الاسم. ده برضو بنسجل
اللي خارج من القيمه دي عشان سوري من العمليه الحسابيه عشان نقدر في الاخر نطبعها. هنا لما عملنا برنت نقول له برنت ايه بقى؟ برنت الاريا دي، مش احنا حطينا متغير، المتغير ده جواه قيمه لما ننده عليه. يعني انت لما تنده على كوبايه الميه دي هتجيب لك الميه عادي، يعني تقدر تشرب الميه. فلما تيجي برنت الاريا هيظهر لك اللهم صل على النبي، هيظهر لك الناتج بتاع ضرب دي في دي. حلو. طيب احنا كده عملنا مثال على حاجه تسلسليه. التسلسليه دي فاكر لما ضربنا مثال بتاع الجامعه ونجمع 1 2 3 اللي هو اللي احنا عملناه في الاول خالص بتاع الفلوت شارت. طب ما احنا عندنا في ستراكشر تاني او طريقه مختلفه بتاعه اللوب. احنا ضربنا مثال، نضرب مثال بقى بالكود. انا برضو مش عايز تفهم تفاصيل الكود قوي، عايز تفهم احنا بنعمل ايه، احنا بنكود ليه، بنكود ازاي اصلا. فهتلاقي مثلا في الاول بدي لك مثال، احنا عندنا الجريد زي الدرجات بتاعتنا. حلو، اللي احنا لسه كاتبينها من شويه. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ فين المثال اهو؟ دايره مصفوفه تحتوي على درجات 5 طلاب ونريد حساب مجموع درجاتهم. انت مثلا عندك 5 طلاب، الطالب ده جايب 5 والطالب جايب 10 والطالب لسبب ما عايز تعرف كل الطلاب دول جايبين كام، او مثلا لو كل واحد فيهم بيحل جزء انت عايز تعرف مجموع الدرجات ايا كان. انا مش مهتم دلوقتي بالسبب، عايزين نهتم بالمثال. طب انا لو عندي عدد معين من الدرجات هعمل ايه؟ اول حاجه هنشئ متغير احط فيه الدرجات دي كلها اللي هو الجريدز اللي احنا عملناه. طب تاني حاجه انا هعدي على الدرجات دي واحده 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 واخد الدرجه واجمعها على الدرجه اللي بعدها. لحد امتى؟ انا افضل كده اجمع واقعد ادور بقى على حاجات بره واجمعهم، ولا بقف عند لحظه معينه؟ لا، بقف عند لحظه معينه اللي انا بخرج فيها بره الاري بتاعي او بره المصفوفه بتاعتي. فده الالجوريزم او دي الخوارزميه او الخطوات اللي انا بمشي بيها في دماغي قبل ما اكتب الكود. الكود ده تطبيق، يعني هتيجي تقرا هنا تلاقيه بيعمل ايه بشكل كروكي كده بشكل سريع، درجات متسجله هنا. حلو. طب وخلي بالك في حاجه انا ما قلتهاش، في حاجه شوف انا نفسي نسيتها. نسيت اقول لك ان احنا دلوقتي بنجمع الدرجه، فانا باخد درجه والدرجه اللي بعدها والدرجه اللي بعدها باخدهم مع بعض. هل انا كده برميهم في الشارع ولا لازم يبقى عندي زي ما عملنا فوق هنا؟ عملنا هنا الاريا اللي هي المساحه، خدنا الناتج القيمه دي، لازم عندنا برضو مكان نخزن فيه الدرجات اللي بتجيلنا. ما احنا قاعدين بنضيف ما احنا خدنا 50 عايزين نضيف عليها 30 بقوا 80. بس فين بقوا 80؟ مين اللي يقول لك ان هو بقوا 80؟ عندي هنا التوتال هو اللي بيتخزن فيه كل قيمه جديده. ده مثلا شبه ايه بقى؟ شبه الرام اللي شرحناه. ده الجزء اللي بيتسيب فيه الارقام الصغيره دي اللي احنا قاعدين بنجمعها، اللي هو 85 زائد 90 هيتحول بعد كده يبقى رقم جديد، هيبقى 85 زائد 90 بعد كده هنجمعه على 75. فهو قاعد بيتغير قاعد بيتغير كانه هنا بيعمل عمل الرام عشان في الاخر خالص يطلع لك الناتج النهائي كانه يعمل عمل اسمه ده الهارد يعني. فزي ما اقول لك كلها بتخرم على بعضها، كلها كل الافكار لازم تكون مربوطه ببعض عشان تبقى فاهم اللي بيحصل كله. احنا مش جايين نفهم كود بس، فاهمني؟ فاحنا هنا فهمنا خلاص احنا هنعمل ايه؟ هنعدي على كل جريد في الجريدز. خلاص هو اصلا انجلش يا معلم، ميزه بايثون ان هي موضوع سهل. فهنعدي على كل درجه في كل الدرجات دي، الدرجه الاولانيه الثانيه الثالثه الرابعه وهكذا، وهنقعد نخزنهم فين في التوتال ولحد ما نخلص خالص الجريدز. هو هنا بيعرفك ان احنا ايه؟ احنا هنعدي على الدرجات اللي في الجريدز بس. خلي بالك جوفا مثلا هتقول له ايه؟ لا فور لوب مش عارف ايه لحد، هو خلي بالك برضو كان عندكم فور وان وكده بس مش مهم يعني. هنقول مثلا لحد ما ايه؟ ما نوصل 10 خطوات او 10 خطوات. لو هي مثلا في 10 ارقام دي فيها قد ايه؟ 2 5، فهنقول له ايه؟ احنا هنقعد نلف 5 مرات بس، فاهمني؟ انت لازم تقول له امتى يقف. هنا الجمله دي لوحدها بتوضحها. انا مش عايزك برضو تاني انا هقف هنا، مش عايز ادخلك في تفاصيل الكود، عايزين نوصل للفكره. فاحنا بنستخدم الخوارزميه دي عشان نشوف الخطوات اللي هنطبق عليها ايا كان بقى لغه البرمجه. تفهم خوارزميات كويس، الجوريزمز كويس، تفهم داتا ستراكشر كويس، تعرف تكتب بكل اللغات بعد كده. وعشان ما نطولش كتير هنخش جزء تاني ملوش علاقه بالبرمجه خالص، نفصل بيه ونريح خالص. في اخر 5 دقائق في المحاضره بتاعتنا احنا كان عندنا جزئيتين مهمين جدا ركز عليهم قوي في امتحان النظري في اولى ثانوي، هما هرم المعرفه. هرم المعرفه ده تعريفي انا ليها يعني ما اسمهاش كده، والجزء الثاني بتاع نقل البيانات. يعني ايه هرم المعرفه ونقل البيانات؟ احنا دلوقتي عندنا بيان، عندنا درجات حطيناها 5. عندنا اللي قلنا الجريد الاولاني الجريد الثاني الجريد الثالثه، الخمسه جريدز اللي حطيناهم في الاري بتاعهم 5 درجات. دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن بيانات. رحنا احنا جينا بعد كده عملنا ايه؟ عملنا توتال دي عشان يخش القيم اللي فيه. ايه اللي بيحصل قبلها؟ درجات بتتجمع على بعض، فدي بروسيس. خلي بالك ده نفس القصه اللي احنا اتكلمنا فيها فوق، بس هنا بكلمها لك ان ده جزء مثلا من فصل تاني خالص عندك في المنهج، عايزك تفصل بيه في اخر المحاضره عشان ما تكونش مدوش بالبرمجه، عشان تفهم مثلا ان احنا لسه عندنا حاجات تانية. البرمجه دي مخرمه على حاجات تانية، لسه بنتكلم ان عندنا معرفه وعندنا بيانات وعندنا معلومات. ايه الفرق بين الثلاثه؟ البيانات دي الدرجات اللي احنا حطيناها في الاري بتاعنا. طب والمعلومات دي المرحله الثانيه اللي بعد البروسيس. فينا بروسيس، فينا عمليه بتحصل عشان البيانات دي تطلع لنا معلومه هنا هي التوتال. هي بص نخش على التعريفات هنا. بيانات هي الماده الخام وتمثل الحقائق اللي احنا لسه واخدينها خالص، مثلا ايه؟ درجه حراره 15. المعلومات بقى الانفورميشنز اللي جات لنا، الحاجات اللي جات لنا من المعلومه، مثلا درجه الحراره دي لو 15 فعلى كده فهمنا ان هي ده سنسور تاني. درجه الحراره دي 15 ده ايه؟ هو عارف ان في رقم 15، هو رمز بس سنسور اس 15.
مين اللي هيعرفك ان دي درجه حراره اصلا؟ هي المعلومه خلاص ان دي درجه حراره 15. ده معناه انه لا ارجع بقى، ده معناه انه يبقى احنا هنا فين؟ في المعرفه. التفسير اللي مبني على حقيقه ومعلومه هو معرفه. يعني والله انا هنا جبت التوتال ده درجات 425، دي بيان، ده معلومه. النولج او المعرفه ان انا اقول لك والله دي درجات كتير فهنبني عليها 1 2 3. ان هي درجات كتير او ان هي درجات قليله، ده الجزء بتاع المعرفه. فانت بتستفيد بايه ده برضه معانا في البرمجه؟ ان انت تبقى فاهم ان كل ده مش في فنكوش. انت مش دايما كنت بتتكلم عن الرياضه، مثلا الرياضه او الدراسات او الحاجات النظري دي انا بستخدمها في ايه او هتفيدني بايه او هعملها في ايه في حياتي. تفهم كويس قوي ان كل ده هيفيدك جدا في ده وده هيفيدك في ده، يعني الاثنين مقربين على بعض والاثنين دول هيفيدوك في اي حاجه بقى هتعملها بعد كده. فده الجزء بتاع هرم المعرفه. احنا شرحنا البروسيس اهي، خطوات ماشيه من بيانات لمعلومات والمعلومات لمعرفه. كل ده بيعدي على نص البروسيس. اي بروسيس يعني اي حاجه فيها تشغيل، اي حاجه فيها تشغيل عقل، فيها تشغيل ايد، فيها تشغيل كود. اخر جزء هو نقل البيانات في عبر الشبكات المختلفه. احنا عندنا دلوقتي بيانات حلو، فانت عايز ترسل البيانات دي لمكان تاني. عندنا مثلا داتا معينه 1 2 3، انا مش هبروسيسها، مش انا اللي ناوي اعمل عليها الخطوات دي. عايز اخد البيانات دي انقلها عند شخص تاني ياخدها يستعمل عليها. عايز ابعت مسج لواحد تاني، كل دي بيانات، اي نوع البيانات ايا كان ايه نوعه، فانت قادر تحتفظ بيه على جهازك وقادر تنقله. وطرق البيانات عندنا مختلفه، انواعها مختلفه، والمساحات اللي بنتحرك فيها مختلفه. يعني احنا عندنا شبكات، عندنا حاجتين، عندنا شبكه محليه وشبكه عالميه وعندنا انترنت. يعني سوري، عندنا شبكه محليه وشبكه واسعه وانترنت. الشبكه المحليه دي هي الجزء بتاعك اللي في مثلا الايه اللي في البيت بتاعك حلو، فانت عندك عايز تنقلها بشكل معين في المساحه بتاعتك، غير انك عايز تنقل بتاع البيان في المنطقه بتاعتك الجغرافيه، غير انك لو عايز تنقله عبر العالم كله بقى، انت عايز تبعت بقى لصاحبك اللي فين وزميلك اللي مسافر وابوك اللي في الخليج، فاهم؟ فانك عايز تنقل حوالين العالم ده كله، ده طبعا استخدام الانترنت اللي موجود دلوقتي. فاحنا عندنا مساحات مختلفه للنقل وطرق مختلفه للنقل. هتيجي نقراها هتلاقي الموضوع بسيط. انت ممكن تبعت الداتا اللي بتتبعت دي، خلي بالك اوقات بحجمها كبير قوي، تلاقيها بتتقطع. فلما بتتقطع نبدا نخش في جزء السكيورتي، جزء السايبر سكيورتي. لا ده احنا ممكن نخترق الطرق اللي ماشيه فيها الداتا دي ونخطفها، وممكن نقسمها فلما يجي حد يسرقها يلاقي لا ده نصها بس اللي مسروق، لا واحد تالت ده في بيان في النص بيتوه. كل ده بيحصل، كل ده بيخرم في الاخر على مجال تاني، المجال التاني. كل دي هي شبكه واسعه جدا. النت مش النت، برمجه الماده بتاعتك دي هي واسعه جدا. كل ده قاعد بيقرب لبعضه، وده قاعد بيقرب لده وده قاعد بيقرب ده، كلها وصلات. هنقعد نمسك كل وصله فيها هتلاقي في وصله ثالثه فرحك منها. عشان كده مش عايزين نطول قوي النهارده. اتكلمنا على البيانات والداتا والمعرفه والبرمجه والكمبيوتر، اتكلمنا على كل ده. هتلاقي كيفيه النقل موجوده برده، ممكن تنقل كتله واحده يتم تقسيمها، عشان كل ده هيبقى جزء هنقف عنده. لما نخش ان شاء الله على الحصه اللي جايه هنبدا ناخد من هنا ونكمل. فهو هنا برده في حاجه كمان ان احنا مش بنبعتهم كده. يعني احنا اتكلمنا فين ان الفلوت شارت هو بروتوكول، عشان لما تلاقي مثلا دي بتقول لك والله دي الستارت، تفهم ان دي الستارت. البروتوكولات نفس القصه برضو، لما تلاقي البيانات مبعوثه بشكل معين، لا ده احنا لازم يبقى في رولز معينه تبقى انت فاهم ان هي بتتبعت بنفس الرول دي، واللي بيستقبلها لازم يبقى فاهم انه بيستقبلها وهي مبعوثه بنفس الرول دي، عشان يبقى الكوميونيكيشن سهل مش احنا كمان ادمين، لا بين الجهاز والجهاز التاني. فاحنا عندنا حاجات كتير قوي 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 عايزين نتكلم عنها. مش هنتكلم عنها في حصه واحده، بس انا كده خليتك تمسك كل اطراف الماده. فاي حته تفلت منك، اي حته تيجي هتلاقي نفسك اساسها جاي هنا. فان شاء الله هنستفيد اكتر في بعض المعلومات لما المنهج يبدا ينزل، ونشوف ايه المهم جدا عندنا في المنهج ونركز فيه اكتر، عشان ما نبقاش بنضيع وقت على الفاضي. واي استفسار واي حاجه بتتكلموا عنها لها علاقه بالماده بالمنهج بالحصه، احنا معاكم على الواتساب يا رجاله. ان شاء الله لسه في حصص ثانيه كتير، وسلام.